السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم أنا شفريم. الليلة إن شاء الله حنشتغل اليانسون زي ما انتوا شايفين، اللي هو بسكوت اليانسون أو الدراي كيك. أنا هنا ما عاملة له يانسون فعشان كده حقول دراي كيك. زي ما شايفين هش ورهيب. هو حنشتغله بالبيض. شايفين اللون بتاعه جميل كيف. احنا قبل كده كان اشتغلنا واحد من غير بيض. حقول لكم اللينك بتاعه في الصندوق بتاع الوصف تحت إذا حابين تعملوه من غير بيض، بس حقيقة والبيض أجمل شديد. المقادير عندي 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة العادية. ححطهم في خلاط أو ممكن في العجان. معاهم كوباية بتاعة سكر، أنا عندي الكوباية دي بتعادل الكوباية المعيارية. كوباية زيت، ملعقة كبيرة بتاعة خل، بالإضافة لي عندي رشة بتاع ملعقة صغيرة فانيليا وملعقة صغيرة ملح. حاضيف له لون أصفر. لو ما في لون أصفر ما ضروري، أنا بس عشان يديني شكل يكون حلو للبسكويت بتاعي. حاشيلهم كلهم وحخلطهم في الخلاط. لو ما في لون أصفر ممكن نقوم شو نستعمل كركم، ملعقة صغيرة بتاعة كركم، أو ممكن نخليه من غير لون ومن غير كركم. عندي هنا 5 كباب بتاع الدقيق، معاها 2 ملعقة كبيرة باكنج باودر. هحرك الدقيق والباكنج باودر مع بعض. بعديها حقوم أضيف لهم الخليط بتاع في الخلاط اللي هو البيض والزيت والسكر. اللون بديه شكل، اللون بيخليه جميل، عشان كده أنا بحب إني أضيف له لون. هحرك كل المقادير دي مع بعض، وممكن نخلي دقيق بجنبه إذا احتجنا زيادة بتاع الدقيق ممكن نضيف، لكن أنا هنا عاملة 5 كبابي. هفضل أحرك الخليط بتاعي اللي هو الخليط اللي في الخلاط مع الدقيق والباكنج باودر. هنا احنا لو عايزين نعمل ينسون، اليانسون بغسله، ملعقتين ينسون كبار بغسلهم وبضيفهم للخليط بتاع الدقيق قبل ما اضيف له الخليط اللي فيه الجك بتاع الخلاط. بعدها حجيب صينية حفرش فيها ورق زبدة، اذا ما متوفر مع مشكلة حجيب الصينية وادهنها بزيت وحفرد فيها العجين بتاع البسكويت، وهدخل الفرن على درجة حرارة 180. الفرن يكون شغال فوق وتحت لحد ما يتحمر. هطلع لحد ما يديني اللون الجميل ده الذهبي الحلو ده، فهطلعه من الفرن وهفضل اقطعه في شكل بتاع التشكيلة اللي احنا عايزينها، نقطعه عريض او رفيع على حسب الحاجة اللي احنا حابينها. انا هنا بوريكم شكله من جوا، شايفينه. بعديها هرصه في الصينية عشان يتحمر لي بالجوانب. هدخله تاني الفرن، بس في التحميص الفرن هيكون على درجة حرارة 150. بتكون النار هادية عشان يديني تحميصة حلوة ويجف معاي. بعديها هحطه في الحاجة اللي أنا عايزاها أو عشان أبدأ أقدمه. إذا عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو، وما تنسوا تشتركوا في القناة وورونا التطبيقات بتاعتكم. مع السلامة.